ليه بنخاف من المجهول؟ وليه دايما الأسوأ في خيالنا؟ في حاجة غريبة جدا بتحصل لنا كلنا. أول ما يحصل موقف غريب أو يجي خبر مفاجئ تلاقي دماغك جريت على السيناريو الأسوأ. سكت صاحبك أكيد زعلان منك، مديرك طلبك أكيد هيفصلك. بس ليه دايما الأسوأ هو أول احتمال؟ تعالى نحكي مع بعض يا صاحبي. سنة 1876 واحد اسمه هيرمان ابنجهوز قرر يدرس الذاكرة، بس وهو بيعمل كده اكتشف إن العقل بيحب يحافظ على حاجة مهمة جدا، وهي البقاء على قيد الحياة، مش البقاء في شغل أو في علاقة. وعلشان تعيش دماغك محتاجة تجهزك لأي خطر، فبقت دايما تعمل إسكان لأي موقف حواليك، ولو لقيت فيه أي غموض بتقولك احذر يمكن يكون خطر. كان في مثال بسيط: لما تمشي في الشارع ضلمة تسمع صوت وراك، دماغك مش بتقولك يا سلام يمكن يكون قطة ظريفة، لا بتقولك اجري ده قاتل متسلسل لابس شبشب. طيب ليه كده؟ لأن المخ عنده حاجة اسمها انحياز للسلبي، يعني يميل يركز على الحاجات الوحشة أكتر من الكويسة علشان يتعلم منها ويحذرك منها دايما. بس المشكلة إنك بتبقى عايش دايما على سيناريوهات مرعبة. دماغك تقعد تقولك بكرة هتفشل، الناس هتسيبك، هتخسر كل حاجة، فتلاقي نفسك ما بتحاولش أصلا لأنك صدقت الخوف قبل ما تواجهه للواقع. دماغك بتحاول تحميك بس ساعات بتبالغ، فلو خايف من حاجة جاية أو شايف إنك مش هتنجح افتكر ده مجرد فيلم رعب من إنتاج دماغك مش من الواقع، واحتمال كبير النهاية تطلع هابي إند.